النادي الاهلي عمره ما وقف على شخص، علشان من ساعه قرار كابتن محمود الخطيب وكله قاعد يقول النادي الاهلي هيقع. طبعا كلنا بنحب الكابتن محمود الخطيب كلاعب وكاداري، تتفق معاه او تختلف، بس كابتن محمود الخطيب من احسن الرؤساء اللي مسكوا النادي الاهلي. لكن عمر النادي الاهلي ما هيقع عشان رئيس النادي عايز يمشي. كان زمان وقع من ايام الكابتن صالح سليم. النادي الاهلي نادي كبير وهيفضل كبير، والنادي الاهلي بمن حضر. مع ان انا شخصيا ما كنتش عايز الكابتن محمود الخطيب يمشي، ولكن هو قال انا همشي لاسباب صحيه، وده حقه. مش معنى كده ان النادي الاهلي يقع. ليه كله قاعد يدور على اي حاجه تحصل عشان نوقع النادي الاهلي؟ كابتن حسام غالي طلع اتكلم، كله قال لك بص الدنيا عامله ازاي في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب هيمشي يقول لك بص اصل كده النادي الاهلي خلاص هيقع. النادي الاهلي مش هيقع، والنادي الاهلي بمن حضر. والف سلام على كابتن محمود الخطيب، رمز من رموز النادي الاهلي. وان شاء الله الرئيس الجاي يكمل خطى الكابتن محمود الخطيب زي ما الكابتن محمود الخطيب كان بيكمل خطى الباشمهندس محمود طاهر. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي جيل بيسلم جيل. الف سلامه تاني للكابتن محمود الخطيب وكل الدعم للنادي الاهلي. سلام.